يموت الانسان وبتفضل حاجه واحده بس هي اللي عايشه بينا، سيرته. معانا النهارده على السجاده الحمراء احمد المنسي، البطل اللي بعد استشهاده لقوه كاتب جواب، بس مش لامه ولا لمراته ولا حتى لاولاده، لقوه كاتب جواب لعدوه وبيقول له شكرا جدا ليك انك خليتني اواجهك بعد كل التدريبات دي. شكرا جدا ليك انك دخلتني ارض مرويه بدم ابائي واجدادي اللي ضحوا بكل غالي. شكرا ليك انك دخلتني ارض الفيروز وخليتني اصلي في كل شبر فيها بافرولي. لو هيروح منا واحد في غيره ألف بيتسابقوا على الشهادة، بس أقسم بالله مالكش عيش فيها طول ما احنا فيها. ولو هنقول على حد أسطورة فمش هيبقى محمد رمضان أو أي ممثل غيره، هيبقى الشهيد أحمد المنسي، أقوى قائد كتيبة صاعقة على مستوى العالم وقاهر الإرهاب في سيناء. رفض إن حد يسعفه وينقذه علشان خاطر ما يسيبش رجالته وأرضه بدون قائد. لقبه المنسي لكن عمره ما هيتنسي. اتدرب أحمد المنسي في الصاعقة المصرية الفرقة 3 ساعات، وراح باكستان سنه ورجع. ولما رجع طلب من قائد وحدات الصاعقه، قال له يا فندم بعد اذنك اوعدني لما البطل رامي حسنين ينهي خدمته في سينا ارجع انا امسك الكتيبه هناك. وده طبعا علشان حبه في بلده واخلاصه ليها. وفعلا البطل رامي حسنين استشهد. وهنا اتصل قائد وحدات الصاعقه باحمد المنسي وقال له فاكر يا بطل الوعد اللي كان بينا؟ قال له فاكر يا فندم، وانا جاهز من النهارده قبل بكره. بس ليا رجاء واحد عند حضرتك يا فندم، انا امي مسنه واخويا شغال في الجيش بس بره القاهره، لو ينفع يتنقل القاهرة يبقى جنبها ياخد باله منها ويرعاها بدل ما انا وهو نسيبها لوحدها. وفعلا وافق قائد قوات الصاعقة على طلب احمد المنسي. ومن هنا حس احمد المنسي انه قرب من حلمه وهيروح سينا، وراح حكى لمراته على طول. ومراته بان عليها ملامح القلق والخوف. قال لها مالك انت زعلانه ليه؟ خايفه ليه؟ انا هبقى شهيد وما تخافيش، ربنا هياخد باله منكم وهيرعاكم في غيابي، وانت هتعرفي تربي الاولاد احسن ما انا ما هبقى موجود كمان. وراح البطل احمد المنسي على سينا وبقى قائد الكتيبه 103 صاعقه اللي متمركزه في العريش. وكان كل ما يسمع ان حد من اصدقائه استشهد كان يقعد يبكي ويقول ايه هو انا ربنا غضبان عليا، عايز ربنا يختاره من ضمن الشهداء. ولما اشتغل في سينا كان بيعدي على المدارس وبيروح للاطفال يلعب معاهم ويتصور معاهم ويقول لهم ما تخافوش، وبيطمنهم على ارضهم وبيقول لهم الجيش المصري حواليكم في كل حاجه. وكان لما يبقى في مداهمه او عبوات ناسفه كان بينزل في المقدمه على رجله قبل المدرعات والدبابات علشان لو في اصابه او في حاجه حصلت تيجي فيه هو قبل ما تيجي في العساكر اللي معاه. ولما سالوه انت بتعمل كده ليه يا فندم؟ قال لهم انا خدت نصيبي من الدنيا وربنا هيحفظ اولادي وهيرعاهم هم واهلي، وانتوا لسه قدامكم المستقبل طويل. ويوم 21 مارس 2016 كتب على صفحته اذكر نفسي واذكر اخواني المرابطين، واستشهد بالايه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. احمد المنسي كان كاتب على الخوذه بتاعته من بره اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. سالوه ليه يا فندم؟ قال لهم انا ممكن اموت وما الحقش اقولها. وكان مجهز الافرول اللي هو هيدفن بيه، وكان مجهز المقابر اللي هيدفن فيها قبل استشهاده بشهر واحد بس، وكان مجهز وصيته انه لا يغسل ولا يكفن وانه يدفن بالملابس اللي حارب بيها. احمد المنسي خلال فتره قيادته للكتيبه 103 صاعقه قضى على تنظيمات ارهابيه كتير جدا، قضى على جميع محاولاتهم وعملياتهم في شمال سيناء لحد ما حطوه عنصر اساسي قدامهم عايزين يتخلصوا منه باي طريقه. وكان من ضمن انتصارات احمد المنسي انه انقذ حوالي اكتر من 500 جندي وقبض على شبكه تجسس كانت بتشتغل في سيناء بقالها اكتر من 3 سنين. وكمان نفذ اكبر انزال في سيناء من ساعه حرب اكتوبر. الانزال دوت من خلاله قتل حوالي 380 مسلح وقبضوا على 120 غيرهم. واتصنف احمد المنسي ضمن اقوى 100 قائد صاعقه على مستوى العالم، وده طبعا بسبب كفاءته القتاليه العاليه. لحد ما يجي يوم 7 يوليو 2017 هجوم كمين البرص. كمين البرص دوت اللي كان تحت قياده الكتيبه 103 صاعقه اللي بيتولاها احمد المنسي. وهنا هجمت العناصر الارهابيه على الكمين ومعاهم اسلحه تقيله علشان يدمروا الكمين ويقطعوا خطوط الامداد للجيش المصري خالص. وصح الكمين على صوت الانفجارات والهجوم الارهابي عليهم. ومن هنا ابتدى احمد المنسي في قياده رجالته في المواجهه الشرسه اللي بيخوضها ضد العناصر التكفيريه. والمعركه شغاله اتصاب احمد المنسي، ورغم اصابته رفض ان حد يسعفه او ينقذه علشان ما يسيبش رجالته وارضه بدون قائد. واستشهد احمد المنسي في المعركه، بس قبل استشهاده قال لهم اقسم بالله مالكش عيش فيها طول ما احنا فيها، لو هيروح منا واحد في غيره ألف بيتسابقوا على الشهاده. وكمان رغم استشهاد احمد المنسي الا انهم ما انتصروش في المعركه، حتى ما قدروش يرفعوا علامهم على كمين البرص ولا قدروا ياخدوا جسامين الشهداء او يشوهوا بيهم او يمثلوا بيهم. ونتيجه المعركه النهائيه كانت استشهاد العقيد احمد المنسي ومعاه عدد من افراد الكتيبه. قصاد كده مات من الارهابيين 40 واحد والباقي جري، مع ان عدد العناصر التكفيريه اللي شاركت في المعركه كان اكتر بكتير من عدد كتيبه احمد المنسي. وده ان دل فيدل ان الواحد منا ب10 منهم، هم بيجروا خايفين من الموت واحنا بنجري في وش الموت. ودلوقتي هتيجي رساله مهمه لنا كلنا وبالاخص اللي بيضحك على عقله. اوعى حد يضحك عليك ويشوه صوره بلدك وانت تمشي ورا كلامه وتردده. لازم تشوف الحقيقه كامله قدام عينك. شوف احمد المنسي، شوف غيره كتير ضحوا بحياتهم علشان خاطر احنا نعيش. شوف العسكري اقلها خالص اللي واقف خدمه وعشان احنا ننام مطمنين. الناس اللي مش شايفه صوره جيشنا الحقيقيه وعينيها مقفوله ومعمول لها غسيل دماغ
فتح عينك وشوف احمد المنسي، راجل كان بيبقى شغال وبيروح للاطفال يطمنهم، راجل كان بيتصدق، راجل زار بيت ربنا، كان بيتقدم في المعارك اللي بيخوضها قبل الجنود علشان يتصاب قبليهم، كان عايز يستشهد ويقابل ربنا. ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه. مين فينا الارهابي؟ مين فينا اللي خايف من الموت؟ ومين اللي عايز يموت علشان يقابل ربنا؟ شوف الصورة الحقيقية كاملة قدام عينك. وبعد كل اللي سمعته هيجي السؤال لحضرتك: بتثق في جيشك قد ايه؟ ولو في حد مغيب وعقله مقفول ومعمول له غسيل دماغ ومش شايف الحقيقة كاملة، تنصحه بايه؟